افهم ايه ظروفه القهريه. بالنسبه للزمالك، ان هو رفض يلعب، وخاصه هيلعب مع سيراميكا يوم السبت على فكره. عادي، هو اعتذر عن هيلعب. الماتش بتاعنا. بص. ماشي، هو عشان بص، ماتش الاهلي مع الزمالك رعايه ودعايه وكل حاجه، وهو شكله وحش وعنده غيابات. اللي انا اعتقد بحكم خبرتي في الكورة ان الزمالك شكله وحش في ترتيبه في الدوري، عايز يبلبط الموضوع وعشان الدوري يتلغي، فده حلم. هو كده اقول لك على بيحلم. حاجه. حاضر، اتفضل. انا واحد واحد بس يا جدعان هيطلع عشان نسمع بعض ونعرف نتناقش فدقيقتين، واستاذ احمد هينزل وهطلعك كفولو. بص. بكلمك ان الزمالك هو عمال يبلبط في الموضوع، وخاصة ان ماتش الاهلي له رعاية ودعاية اكبر، فهو يبلبط في الموضوع عشان شكله مبقاش حلو. وهو عايز يلغي الدوري طبيعي، مش عايز الدوري عشان هو ترتيبه في الدوري لا، مش كده فالتاسع. خالص على فكره. مش كده خالص، الموضوع مش كده. امال. الزمالك امال. الزمالك لو كان لعبك الماتش بتاع بكره وكان كسبك، كان بوظ عليك ان انت تاخد الدوري. احنا لو تمام. كسبنا انا كل الماتشات بتاعتنا تمام. بالماتشات الجديده بتاعت الدور الثاني، هتاخد الدوري فرق عن بيراميدز بونت واحد. ازيك يا طب ما مراد؟ انت برضك انت ليك ماتشين مع بيراميدز. هقول لك اهو. فالزمالك لو كان غلبك بكره او كان اتعادل معاك، كنت هتبقى مثلا هتتساوي مع بيراميدز في نفس النقط، فما كنتش كان هيبقى في مباراه فاصله وكان هيبقى موال. الزمالك كان يقدر يعكنن عليك، بس الزمالك الموضوع كله الاهلي مش طرف فيه اصلا. ما انا كل عارف ان مشكله الاهلي مش الزمالك، طرف. انا بالظبط ما كل انا مشكله الزمالك مع لجنه التحكيم ومع الرابطه في تنظيم المباريات. انت دلوقتي طب هتخلي في بقيه الفرق تلعب مباريات من الدور الثاني قبل ما تخلص الدور الاول. طب انا الزمالك خلصت فرق الدور الاول بتاعتي، ما انا لاعب بقى. لا، لسه على استنى فكره، الماتش كله لسه. يخلص. لسه فاضل له الزمالك ما ماتش. خلصش. ما ما لعبش مع. يعني هو طب هو ما طلعش البيانات دي ليه قبل كده؟ اشمعنى ماتش بعد ماتش المصري؟ ما هو بعد ما عشان ماتش و- المصري فيه ظلم وال تحكيمي.